اعتزلت التمثيل؟ هل مش هنزل قصص تاني؟ طب هل عمركم في حياتكم ما هتشوفوا قصة جديدة انا منزلاها؟ هو ده اللي انتوا هتعرفوه في فيديو النهارده. مش عارفه ابدا منين، بجد مش عارفه ابدا منين. الحاجه الوحيده اللي انا متاكده منها ان انتوا عايزين قصص، ومش هتقدروا تستحملوا شهر كمان من غير ما تشوفوا قصه جديده. لو سالتوني عرفت منين، عرفت منين ده انا على اي فيديو بنزله على اي منصه، يوتيوب، تيك توك، انستجرام، سناب شات، في اي حته، ناقص تطلعوا لي من التكييف حرفيا لازم الاقي كومنتس. مش كومنت واحد، لا لا لا، مش كومنت واحد ابدا، ولا 2 ولا 3، ميات جماعه والله العظيم انا مش بهزر. كومنتس مش هعرف اعدها. اسراء عايزين قصص بالمصري، اسراء بدنا قصص بالشامي، اسراء نريد قصص بالخليجي وبالتونسي وبالجزائري، كل الدول حرفيا اتكتب لي الكومنتس بكل اللهجات، مفيش لهجه ما شفتهاش. فقلت جه الوقت اخيرا ان انا اطلع واقول لكم حصل ايه في القصص. اللي حصل ان انا زي ما انتم شفتوا حياتي حرفيا اتقلبت، كل حاجه في حياتي اتغيرت السنه اللي فاتت، في اخر السنه اللي فاتت واول السنه دي. اول حاجه نقلت دبي، وبجد النقله من بلد لبلد حاجه صعبه قوي، بتاخد منكم وقت ومجهود كبير جدا جدا. فدي اول حاجه انا عملتها، ان انا نقلت دبي، وطبعا شاركتكم رحلتي كلها. تاني حاجه بقى كنت عايزه الاقي بيت في دبي، فده موضوع تاني. فضلت بقى ادور جماعه، انتوا عارفين القصه كلها وقد ايه تعبت ولفيت كتير جدا عشان الاقي البيت اللي انا فيه دلوقتي، وبجد الحمد لله بحبه قوي. وتالت حاجه فرشت البيت يا جماعه، والله العظيم اللي انا بقوله لكم ده بجد بجد اخد وقت مش طبيعي. وحرفيا انا ما كنتش بقعد كده، ما كنتش بلاقي وقت ان انا بقى قاعده اتفرج على مسلسل، مفيش وقت. خلصت كل ده، نقلت دبي، جبت بيت جديد، فرشته، اقعد بقى لا، اهلي وحشوني، بقالي كتير قوي ما شفتش اهلي، فارجع مصر عشان اشوف اهلي. طبعا عملت لكم المقلب اللي انتوا شفتوه مع نور، وللاسف اول لما رحت اشوف اهلي مرضت مرضى كبيره قوي، ممكن اكلمكم عليها بعدين. كانت حاجه صعبه قوي، وفضلت شهر كامل عيانه. طول ما انا في مصر كنت عيانه، ما كنتش بنزل قوي، ما كنتش بقول لكم قوي عشان ما كنتش عارفه انا عندي ايه. جماعه ما كنتش عارفه انا عندي ايه. بعدها الحمد لله اتحسنت شويه، رجعت دبي، دخلنا في رمضان، طبعا صيام وصلاه، ونزلت لكم سلسله السحور اللي احنا عملناها مع بعض، وخلص رمضان وعدى العيد واحنا دلوقتي. فبجد يا جماعه الفتره اللي فاتت كلها ما كانش فيه وقت خالص ان انا اعمل القصص، بالاضافه بقى لكل المحتوى اللي انا اوريدي بعمله لكم، وانتوا ما تقدروش تنكروا ان انا ما سبتكوش لحظه. نزلت لكم كل انواع المحتوى، كل حاجه كان نفسكم فيها نزلتها لكم، وشاركتكم كل حاجه حصلت لي، فانا ما اختفتش عشان تبقوا فاهمين. بس للاسف بجد ما كانش عندي وقت اعمل قصص. جماعه اللي انتوا ما تعرفوش او احتمال عدد كبير منكم يكونوا عارفينه، اكتبوا لي في الكومنتس انتوا عارفين ده ولا لا. القصص بتاخد وقت مش طبيعي، ومش وقت بس، وقت ومجهود وتركيز وتمثيل، كل حاجه. وانا الصراحه ما كنتش عايزه اعمل لكم اي حاجه وخلاص، عشان انا مش شخص بيعمل كده خالص. انا يا اما انزل كونتنت بجوده عاليه انا راضيه عنه وحباه، وانا بحب اتفرج عليه واعيد كمان اتفرج عليه، ما اتفرجش عليه مره، اتفرج عليه كذا مره. وانا لحد دلوقتي في قصص كتير قوي ليا برجع واتفرج عليها واتسلى زي اول مره. فلو جوده القصص مش هتكون كده، انا اسفه، انا مش هعملها. فبصراحه ما كنتش عايزه اضحك عليكم واصور اي حاجه وانزلها وخلاص، عشان ده مش انا ما بحبش اعمل كده. لازم القصص تاخد وقتها، تكون افكار عجباني، التصوير يكون عاجبني، التمثيل يكون عاجبني، تاخد وقتها. لكن لو اتعملت كروته يا جماعه مش هتعجبكم، سوري، مش هخليكم تتفرجوا على حاجه مش حلوه. ايه بقى يا اسراء، ايه بقى حجتك دلوقتي؟ نقلتي دبي، جبتي بيت، رحتي مصر، عييتي زي ما انت عايزه، رجعتي، ورمضان خلص. هل هيكون في قصص جديده؟ عارفه انه الكلام اللي هقوله دلوقتي هيزعل ناس كتير قوي منكم، وان انتوا مش ده الكلام اللي انتوا كنتوا عايزين تسمعوه، انا عارفه، بس للاسف مضطره اقوله لكم عشان ما تسالوش على القصص تاني. للاسف مش هيكون في قصص تاني. اخر قصه شفتوها هي اللي نزلت من 6 شهور، مش هتقدروا تشوفوا قصص ليا تاني. وهقول لكم ليه، مش هخبي عليكم، هقول لكم ليه. السبب ان احنا في ابريل، وقلت مش هيعدي شهر ابريل غير لو عملت فيكم كدبه ابريل. ايه رايكم؟ تحفه. انا فظيعه، انا كنت عايزه انزل لكم دمعتين، بس الصراحه ما قلت لا ما مش هأفور، مش هزعلكم اكتر من كده، لا خلاص بهزر معاكم. القصص راجعه تاني خلاص بعد ما استقريت الحمد لله وكل حاجه بقت تمام. القصص هترجع لكم تاني، بس اجمد، احلى، التصوير هيكون احلى، التمثيل هيكون احلى،
المزيكا هتكون احلى. بصوا يا جماعه، انتوا هتشوفوا قصص اوعدكم ان انتوا هتنبهروا. ومش هقدر اسميها قصص، هي هتكون عباره عن افلام قصيره مكونه من اجزاء زي ما احنا متعودين، بس احلى بكتير بقى، احلى بكتير. جهزوا نفسكم عشان هتنبهروا، هتتصدموا، وانا متاكده انها هتعجبكم لدرجه ان انتوا مش هتصدقوا ان انتوا بتتفرجوا على الموبايل عادي، هتفكروا ان انتوا في السينما. فاستعدوا للفيلم الجديد. انا مش هتكلم عنه كتير، مش عايزه احرق لكم اي حاجه، بس فظيع. الفيلم اوريدي اتصور ومش فاضل بس غير ان انتوا تشوفوه، فعايزه اشوف انتوا متحمسين قد ايه، مستنيين قد ايه تشوفوا افلام جديده. فانا منزله الفيديو ده عشان اولا اعلن ان انا هرجع امثل تاني، والتاني حاجه عشان اشوف في الكومنتس انتوا قد ايه متحمسين ومستنيين الافلام الجديده. وفي الكومنتس بتاعه الاجزاء الجديده مش عايزاكم بس تسالوا على الجزء الثاني او الثالث او كده، عايزاكم تكتبوا لي رايكم بجد. جماعه انا هدفي ان انا احسن من الفيديوهات دايما، اعلي جودتها، احسن تمثيلي لغايه لما توصل لاعلى درجه من الجوده. فانا هبقى محتاجه رايكم جدا، تكتبوا لي في الكومنتس ايه رايكم في كل حاجه، في التصوير، في المزيكا، في التمثيل، في القصه، كل حاجه. وانا عارفه ان انتوا مش هتأثروا عشان انتوا حرفيا كسرتوا البلاتفورمز فوق دماغي عشان انزل لكم افلام جديده. وديني اهو جايه لكم وبقول لكم هتتفرجوا على حاجات جديده تجنن. وجماعه بجد سؤال بس، هو انتوا ازاي فكرتوا ان انا هبطل امثل مثلا؟ ازاي؟ قولوا لي ازاي جت في دماغكم؟ انا اصلا دخلت السوشيال ميديا عشان كنت عايزه امثل، يعني التمثيل من اكتر الحاجات اللي انا بحب اعملها في حياتي. ازاي فكرتوا ان انا هبطل؟ يعني ازاي؟ عشان بجد لو انتوا عارفيني كويس كنتوا هتعرفوا ان انا عمري ما هبطل تمثيل، حتى لو بقى عندي 60 سنه، اللي هو هبقى قاعده مع احفادي كده بمثل عليهم عادي. وجماعه بجد الحاجه اللي زعلتني قوي وهتزعلكم لو دخلتوا تتفرجوا عليها دلوقتي، هي الكومنتس على اخر جزء من اخر قصه انا منزلاها. انا لازم اقراها معاكم. كانت اخر قصه وعامله نقط، اللي هو حاجه تبكي كده. كانت اخر قصه الاسراء، اخر قصه ما كنا ندري انها اخر قصه راح تنزلها. يا ريتنا كنا نعرف ان دي اخر قصه اسراء هتنزلها. يا جماعه لما دخلت وقريت الكومنتس دي يعني خلاص كنت هعيط، اللي هو الدموع كتير قوي. انا مش عارفه اشكركم ازاي، والله بجد مش عارفه اشكركم ازاي، مش هعرف اشكركم على كم الحب اللي انتوا بتحبوه للتمثيل اللي انا بعمله. انا جماعه والله العظيم الفتره اللي فاتت كل ما اقرا الكومنتس اللي هو ايه ده، انا ما كنتش متخيله ان القصص فارقه معاكم بالشكل اللي انا شفته ده، ما كنتش متخيله ان انتوا بتحبوها كده، ما كنتش متخيله انها لو وقفت لفتره انتوا هتعملوا كل ده. فبجد انا بحس انه الحمد لله انا محظوظه بيكم وربنا رزقني حبكم، وناويه دايما افرحكم. فوالله حتى لو انا بتاخر اتاكدوا ان انا بتاخر عشان اعمل لكم حاجه حلوه، ولما تنزل بجد تكونوا فخورين بيا ان انا عملتها. وبس كده، الفيديو ده كله اخبار حلوه. الحمد لله هنرجع نمثل تاني ونعمل افكار مجنونه تاني. فاكتبوا لي دلوقتي في الكومنتس انتوا متحمسين قد ايه عشان ترجعوا تشوفوا قصص تاني. يا جماعه عايزاكم في الكومنتس تشجعوني قوي، عشان انا بقالي كتير قوي موقفه وعايزه كده يكون عندي شجاعه وارجع امثل تاني بقوه واعمل حاجه بجد تعجبكم. وبس كده، استنوا الفيلم الجديد ان شاء الله هينزل قريب قوي. باي.